في أولى مباريات كأس العرب، المنتخب السوداني يحقق نقطة ثمينة بعد الخروج بالتعادل السلبي مع المنتخب الجزائري المرشح وحامل اللقب. مرحب بكم. أول مباريات المنتخب في كأس العرب، انتهت المباراة المنتخب الجزائري بالتعادل بدون أهداف، تعادل سلبي. كسب المنتخب السوداني نقطة ثمينة من حامل اللقب المنتخب الجزائري، المنتخب العنيد والمنتخب المرشح في هذه البطولة. بدأ منتخبنا المباراة بتشكيلة 4-4-2. حراسة المرمى الحارس أبوجا دخل زي ما بيقولوا التشكيلة في اللحظات الأخيرة بعد إصابة الحارس منجد النيل في عمليات الإحماء. وفي قلب الدفاع كان لاعب كرشوم ويرينج، وعلى الرواق الأيسر لاعب أحمد طبنجة، وعلى الرواق الأيمن لاعب ياسر عوض. وسط الملعب كان متكون من المحاور الدفاعية عمار طيفور وبوجبا، وأمامهم صلاح عادل واللاعب عبد الرؤوف روفة. وفي المقدمة الهجومية اللاعب الغربال محمد عبد الرحمن وجزولي نوح. دي التشكيلة اللي بدأ بها المنتخب، وبعد كده أجرى طبعا تبديلات في الشوط الثاني. المباراة عموما الشوط الأول كان فيه أفضلية للمنتخب الجزائري من حيث الفرص. حقق يعني أخفق المنتخب الجزائري في تسجيل في الشوط الأول، رغم يعني توفرت له فرص كثيرة، منها فرصتين خطيرات جدا. ولكن في آخر الشوط الأول يعني بالتهور من المهاجم المنتخب الجزائري اللاعب وناسة، اللاعب رقم 9 المهاجم، طرد بعد حصوله على كرت أصفر تاني. بالتالي دخل المنتخب الجزائري الشوط الثاني بنقص عددي، مما سبب له ضغط كبير وادى حافز برضه للمنتخب السوداني. الضغط في الشوط الثاني بكثافة. كان المنتخب السوداني كان مظهره جيد جدا في الشوط الثاني، خاصة بعد التبديلات، لكن يعني ما حالفهم التوفيق في التسجيل. وبرضه كان في شراسة دفاعية من المنتخب الجزائري اللي قدر انه يتعامل مع الطرد. وبالتالي يعني نعتبر انه دي خطوة جيدة جدا ونقطة انطلاق جيدة جدا انك تطلع بتعادل ثمين جدا، مرشح وفي نفس الوقت هو حامل اللقب المنتخب الجزائري. وبالتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني في المباريات القادمة.